نسمة كانت بتحلم طول عمرها تفتح أتيليه لتصميم فساتين السهرة، وقررت تشارك أعز صاحبة ليها مي كانت دراعها اليمين، ونسمة كانت بتثق فيها لدرجة إنها عرفتها أسرار المهنة ومكان الموردين وحتى دفتر التصاميم اللي فيه الموديلات اللي نسمة سهرت ليالي ترسمها عشان تكون أول مجموعة ليها في السوق. نسمة كانت بتقول لمي: إحنا إخوات يا مي ونجاحنا واحد. قبل ميعاد افتتاح الأتيليه بأسبوع، نسمة راحت عشان تراجع اللمسات الأخيرة، بس اتفاجئت إن مي ما بتردش على تليفونها والمحل مقفول. نسمة فتحت بالمفتاح اللي معاها ولقت المحل فاضي تماماً، الموديلات اختفت، القماش الغالي مش موجود، وحتى دفتر التصاميم ملوش أثر. نسمة حست إن الأرض بتلف بيها، وجريت على مول كبير كان بيفتح فيه أتيليه منافس، وهناك كانت الصدمة اللي قطعت قلبها. نسمة شافت مي واقفة قدام الأتيليه الجديد وعليه اسم مي ديزاينز، وفي الفاترينة كانت محطوطة نفس الفساتين اللي نسمة رسمتها ونفذتها بإيدها. مي باعت التصاميم والمجهود لصاحب المول وفتحت باسمها هي، وادعت إن نسمة مجرد خياطة كانت شغالة عندها وهربت بالفلوس. نسمة وقفت قدامها بدموع في عينيها وقالت لها: ليه يا مي؟ إحنا كنا إخوات. مي ردت ببرود وسخرية: الشغل ملوش قلب يا حبيبتي، والورق اللي معاكي ملوش قيمة لأن تصاميم دي متسجلة باسمي أنا دلوقتي. نسمة مسحت دموعها وقررت إنها مش هتقعد تعيط. افتكرت حاجة مهمة جدا مي نسيتها في زحمة السرقة. نسمة دايما كانت بتطرز علامة مائية سرية بخيوط حرير تحت البطانة بتاعت كل فستان، علامة مستحيل حد يشوفها غير اللي عاملها. نسمة كلمت شرطة المصنفات ومباحث الأموال العامة وقدمت بلاغ بسرقة الملكية الفكرية. يوم الافتتاح الكبير لأتيليه مي والناس كلها مجتمعة والمصورين موجودين، نسمة دخلت ومعاها البوليس. مي كانت بتضحك وهي فاكرة إنها انتصرت، بس نسمة قربت من أغلى فستان في العرض وبكل هدوء قطعت حتة صغيرة من البطانة وطلعت الخيط الحرير اللي مكتوب عليه اسم نسمة وتاريخ التصميم بكل دقة. الضابط بص لمي وقال لها: أظن دي علامة مفيش فيها تزوير، انتي مقبوض عليكي بتهمة السرقة والنصب. مي خسرت المحل وخسرت سمعتها في السوق للأبد، وصاحب المول طردها وطالبها بتعويض ضخم. نسمة استردت فساتينها وافتتحت الأتيليه بتاعها وبقت أشهر مصممة، وعرفت إن اللي بيسرق تعب غيره عمره ما بيبني نجاح حقيقي، وإن الغدر في لقمة العيش عقابه أسرع مما تتخيل. دي كانت حدوتة النهاردة، استنونا في حدوتة جديدة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة حدوتة، وسلام.